عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يوسف. كنت حابب النهارده اشرح لكم لو احنا حابين ازاي اقدر ان انا اغير صورة الكفر بتاعتي للفيديو بالشكل ده اللي هو ظاهر قدام حضراتكم. كان في يعني تساؤلات، وطبعا ده بما ان في ابديت جديد ففي بعض الناس بتقابل بعض الصعوبات لما بتيجي بتحمل اي فيديو عندها، بيديها بالظبط زي اللي موجود معايا في الصورة دي كده. بيديك زي اللي موجود في الصورة كده. تمام. طبعا هنا اول حاجة ان المفروض ان الفيديو بتاعك او اللي انت هترفعه كفر ما يعديش ما بين 20 ثانية ل90 ثانية. دي اول شرط من الشروط. فانت لو انت مناسب فيديك علامة اللي هي الابروف او اللي هي علامة اللي هي الصح. تمام. هنيجي هنا بقى يقولك حجم الفيديو بتاعك لازم يكون 820 في 312 او 820 في 462 بكسلز. طب انا اعملها ازاي؟ طبعا كنت في ناس كانت سألتني طب هل اعملها على انهي برنامج، اعملها على على انهي مثلا موقع، اعملها ازاي؟ طيب خلينا النهارده بقى نشرح كده في اقل من دقايق معدوده معانا ان احنا نعملها ازاي. اول حاجه طبعا هتسطب برنامج بتاع ده سوني فيجاس برو 13 هتسطبه. تمام. اول حاجه دي هتعملها عندك دي كخطوه. بعد كده هتبدأ بعد ما تسطب البرنامج وتفتحه هيفتح معاك. دي الواجهة بتاعته اهي. هنيجي هنا نروح عند الفايل، هنيجي هنا اوبن، هنختار الفيديو اللي احنا عايزين نعمله. نيجي هنا عندك اهو، ادي اهو مثلا ده الفيديو. تمام. خلاص كده الفيديو بتاعك متظبط وتمام التمام، من على يا دوبك انت بس عايز تظبط المقاس بتاعه وترفعه. هنيجي هنا برضه عند الفايل، هتلاقي في حاجة اسمها راندر از. هنيجي هنا هنختار الاختيار ده اللي هو ميني كونسبت اللي هي الام بي 4 اي في سي. تمام. هنيجي هنا دايسين على هنا على السهم الصغير ده، هيجي هتلاقي فيه عندك 720 بورتبل دي. تمام. هنختارها بس ما ندوس بقى راندر. هنيجي هنا هتروح عند اللي هي اسمها كوماتيزيوم تمبلت، شايفين دي اهي. اروح انا دايس كده، احنا قلنا كام؟ 820 في 312. اروح انا كده جاي قايل اوك. تمام. خلاص هو اختار اوريدي. بعد كده ادوس رندر، فبقول له يس. فهنا بيبدأ اهو يرندر لي الفيديو بتاعي. تمام. هنا كده خلاص خلص هنا كده بعد ما خلص الرندرة يجي هنا يقول لك خلاص تمام. فانا مثلا باجي بقول له هنا اوبن فولدر، ده الفيديو بتاعي اهو. هيجي هنا مثلا ممكن عشان بس ما يتسميش بنفس الاسم، فاجي ادوس هنا دي واحد هنا اهي. تمام. ادي دي كده هي اترفعت. هنيجي هنا مثلا هنروح دي صفحة تاني معايا مش معمول لها شوفت. هاجي هنا ندوس طبعا اللي هي لتحميل صورة او فيديو، فبقول له مثلا فيديو. بصوا لو احنا جينا رفعنا اي فيديو، يعني خلينا كده ان احنا نروح ان انا مثلا عايز ارفع الفيديو ده. بص هيقول لي ايه هنا. بص هنا كده ظهر لي دي. تمام. طيب لا انا هغير بقى الفيديو، هغير اهو الفيديو اللي احنا ظبطنا المقاس بتاعه. فهروح هنا كده، اروح هنا اهو كده اهو، ده يونايتد اهي. تمام. شايفين اهو يا جماعه بيحمل الفيديو بتاعي اهو عادي خالص. هنتصف التحميل، وبعد ما بيخلص التحميل بتاعي بيبدأ ان الفيديو بيبقى موجود، بيبقى بالشكل ده كده. هو هنا بعد ما بيخلص طبعا بيجي يقول لك هنا هل انت عايز تنشره عندك على الصفحه ولا لا، فبتقول له تم نشر عادي، بينزل عندك على الوول بتاعه البيج بتاعتك. دي كده باختصار بسيط لو انا عايز اعمل فيديو بالمقاس اللي هو الفيسبوك بيقول لي عليه اللي هو 820 في 312. كده احنا كنا معاكم النهارده، حبينا بس ان انا اقول الناس ازاي تقدر تعمل الفيديو ده. ان هي تقدر ازاي تعمل الفيديو دوت من خلال البرنامج اللي هو البسيط اللي اسمه سوني فيكس. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم. ان شاء الله يكون في فيديوهات جايه ان شاء الله اقدر اشرح فيها كل ابديت، او نقدر نشرح فيها سلسله دروس تعليميه في